واخيرا سبايدر مان نو واي هوم نزل في السينمات. طبعا في البدايه كده انا حابب اقول لكم ان اللي ما اتفرجش على الفيلم ده او اللي مش هيتفرج على الفيلم ده في السينما هيفوتوا متعه مشاهده بطريقه غبيه جدا. الفيلم من كتر حلاوته انا كنت هتفرج عليه مره تانية والله. Damn. فيلم يكاد يكون من افضل افلام مارفل، وهيعدي اندي جيم زي ما انا قلت في الفيديو بتاعي، وهيعدي اصلا انفينيتي وور ده لو ما عداهمش اساسا من دلوقتي. فيلمنا بيبدا من نفس النقطه اللي انتهى فيها سبايدر مان فار فروم هوم، وهي ان كل الشعب وكل العالم عرف ان توم هولاند هو سبايدر مان الحقيقي وهو اللي قتل ميستيريو. طبعا توم هولاند يفضل ماشي في البلد ويلاقي الطيارات كلها وراه ويلاقي الناس كلها وراه وكل الناس عارفين ان ده سبايدر مان وكله عايز يتصور معاه، وجزء بيقول عليه شرير عشان قتل ميستيريو وجزء بيقول عليه ان هو كويس عشان هو بطل وهيرو. طبعا اترفض من كل الكليات وكل المدارس اللي كانت متاحه ليه، حتى هو واصحابه كانوا رايحين يقدموا على معهد، فالمعهد ده رفضهم لانهم اصحاب سبايدر مان اللي هو توم هولاند. فجات له الفكره زي ما احنا شفنا في التريلر بتاع الفيلم، التريلر الاولاني والتريلر الثاني، ان هو يروح لدكتور سترينج عشان يعمل له تعويذه ينسي الناس كلها ان ده سبايدر مان ويرجع حياه طبيعيه. طبعا الحته بتاعت ان هو ينسي الناس كلها دي كانت لسبب معين، السبب المعين دوت ان هو كان خايف على مصلحه صحابه اللي هم اصلا اترفضوا وحياتهم التعليميه وقفت اكتر من لان هم ما لهمش ذنب في حاجه، هم ذنبهم ان هم اصحاب سبايدر مان اكيد لا. طبعا بعد محاولات مع دكتور سترينج عنده وافق في الاخر وعمل التعويذه. ايه بقى الغلط اللي سبب الحوار ده كله وفتح المالتي فيرسز كله على بعض؟ حتى ان توم هولاند عمال يقول له انا مش عايز حبيبتي تنسى، وشويه قال له مش عايز نيد ينسى، مش عايز عمتي تنسى، مش عايز هابي ينسى، فده اصلا بوظ التعويذه. كتر كلامه مع دكتور سترينج وهو بيعمل التعويذه دي فتح الاكوان المتعدده كلها على بعضها، لكن دكتور سترينج في اخر لحظه حاول يسيطر على الموضوع وجمع الاكوان المتعدده كلها في الصندوق اللي احنا كنا شايفينه في التريلر، وعرف توم هولاند ان الصندوق ده محبوس فيه كل العوالم وبلقطه واحده ممكن يرجع كل حاجه زي ما كان. طبعا تدور الاحداث وتوم هولاند يبقى عايز يخلي اصحابه يرجعوا في الكليه تاني الجديده بعد ما اترفضوا فيها بسببه، فيروح الكوبري عشان يخلي المديره بتاعته وهي مسافره ان هي توافق على الطلب بتاع انضمامه للكليه دي، فتيجي اللقطه العظيمه، لقطه ظهور دكتور اوكتوبوس. حقيقي كان فايت مالوش مثيل، والجرافيك في الفيلم خرافي يعني مش زي افلام كده انا عارفها جرافيك فيها بربع جنيه او جرافيك ببلاش اصلا، مش جرافيك بصراحه، لا حقيقي متعه السينما. انا قاعد مستمتع بالفيلم، قاعد بتفرج كده مذهول من الجرافيك اللي انا بشوفه، من التصوير ومن كل حاجه، حتى الموسيقى التصويريه في الفيلم كانت طريقه رهيبه. فايت حلوه جدا بين دكتور اوكتوبوس وبين توم هولاند على الكوبري، وطبعا توم هولاند ينقذ ناس ودكتور اوكتوبوس يرمي الناس من فوق الكوبري بالعربيات. المهم فايت جميل جدا يعني كده شدني لبقيه الفيلم. وطبعا زي ما احنا عارفين وزي ما انا قلت الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله ان توم هولاند البدله بتاعته اتكسرت ودكتور اوكتوبوس عمل ابجريد للبدله بتاعته من بدله توم هولاند. طبعا جت بقى حته كده ذكاء من توم هولاند ان البدله بتاعته بالنانو تكنولوجي وبدله دكتور اوكتوبوس بالنانو تكنولوجي، فده ادى فرصه ان توم هولاند يسيطر على دراعات دكتور اوكتوبوس بسبب تقنيه النانو تكنولوجي اللي في بدلتهم هما الاثنين، فعطل حركه دكتور اوكتوبوس تماما وخلى دراعاته تحت امرته هو. طبعا بعد ما خلى دكتور اوكتوبوس ماشي تبع كلام توم هولاند طلع على الكوبري تاني وجت لقطه انفجارات حصلت على الكوبري، عربيات بتفرقع، كل حاجه بتفرقع، وهوب شفنا لقطه الجرين جوبلين. ظهر الجرين جوبلين، وبعد ما الجرين جوبلين بيقرب على دكتور اوكتوبوس قال له اصبر. طبعا هم عارفين بعض لان هم كانوا في نفس العالم بتاع توبي ماجواير. طبعا في لقطه واحده كده اختفى كل حاجه من حوالين توم هولاند، ولقى ان دكتور اوكتوبوس محبوس في البدروم بتاع دكتور سترينج. دكتور سترينج قال له انت هتجمع كل الاشرار اللي طلعوا في العالم دول في الصندوق ده وتضغط على الزرار نمشي كل الاشرار دي وكل الشرير يرجع مكانه. طبعا زي ما احنا عارفين بدله البلاك اند جولد سود دي هي البدله الحمراء، لكن لما تتقلب بتبقى هي البلاك اند جولد سود، وده زي ما انا شفت في الفيلم بالظبط ان هو قلبها بسبب ان حد دلق عليه سائل اخضر. المهم ان ظهر دكتور اوكتوبوس وظهر جرين جوبلين في طريقه خرافيه، وظهر الكترو وسيطر عليه، وساند مان كان في بدايه الفيلم لما ظهر كان بيساعد توم هولاند لانه كان فاكره بيتر باركر اللي هو عارفه، زي بالظبط دكتور اوكتوبوس كان فاكر ده بيتر باركر اللي هو عارفه، وزي ما جرين جوبلين فكر برضه نفس الفكره. طبعا دكتور سترينج حبس الليزرد وحبس دكتور اوكتوبوس وحبس ساند مان وجيت دور ان هو يحبس الجرين جوبلين. لو كان انا توقعت توقع حلو كده ان لو ساند مان ما كانش قلب على توم هولاند كان فضل يساعده طول الفيلم زي ما بالفعل ساعده في اول ظهور الكترو. طبعا اتحبسوا كلهم وجه الصراع بقى بين دكتور سترينج ان هو يعمل التعويذه ويقفل التعويذه كلها ويرجع الاكوان زي ما كانت. عرفنا هنا ان كل فيلنز من الفيلنز اللي ظهروا الخمسه دول ان هو اختفى في لحظه موته بالظبط، يعني كل ما فيلن في الجزء بتاعه في العالم بتاعه بيموت اختفى وجي العالم بتاع توم هولاند. يعني لقطه موت الجرين جوبلين قبل ما يموت بالظبط من توبي ماجواير جه العالم ده بالظبط، الكترو بالظبط، الليزرد لما اتسجن، وبالظبط دكتور اوكتوبوس. حتى هم محبوسين عند دكتور سترينج قاعدين
بيفتكروا، فكل واحد بيفتكر كل حاجه في حياته ويجي عند لقطه موته يقول في حاجه ناقصه، فالحاجه الناقصه ان هم جم العالم ده، لكن طبعا لو رجعوا العالم بتاعهم تاني هيموتوا، وده اللي طول الفيلم هم مش عايزين يعملوه، وعايزين ياخدوا البوكس بتاع دكتور سترينج اللي جوه الاكوان دي ويدمروه. الفيلم بقى بتاعنا مشي والاحداث جميله والحوارات بينهم جميله وفي شويه كوميديا حلوين. حصل بقى الصراع بين دكتور سترينج وبين توم هولاند. طبعا الجرافيك في الصراع بتاع دكتور سترينج وتوم هولاند كان خرافي 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 بجد، شابوه 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 على الجرافيك ده. ينتهي الفايت ده ان توم هولاند ياخد المفتاح اللي في ايد دكتور سترينج ويحبسه في كون من الاكوان الموازيه، ويرجع يحرر الفيلنز دول وعايز يعالجهم كلهم، يرجع كل فيلنز لطبيعته. بالفعل بدا بدكتور اوكتوبوس ورجع دكتور اوكتوبوس الحاجه، فاكرين البتاع اللي اتكسرت في ظهره وخلت هي الدراعات المسيطره عليه، هو رجعها له تاني سليمه وخلاه هو اللي يسيطر على دراعاته. ولما احنا شفنا نسخه دكتور اوكتوبوس اول ظهوره في الفيلم كان شرير ازاي، تحول بقى طيب جدا جدا وبقى مساند لتوم هولاند في الفيلم. طبعا حب يرجع كمان ماكس اللي هو الكترو طبيعته جدا، لكن ماكس كان حابب الطاقه اللي هو خدها زياده اول ما ظهر في الجزء ده، كان بيقول ايه الطاقه الكبيره دي، لا 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 الطاقه دي انا عمري ما شفت زيها قبل كده، انا عايز افضل فيها. لكن مين بقى كان العقل المدبر للفكره دي كلها والحوار ده كله؟ هو جرين جوبلين ويليام ديفو. بعيدا عن اداء ويليام ديفو العظيم، لكن هو كان غدار. جوبلين سيطر على ويليام ديفو، طبعا زي ما احنا عارفين ان الجوبلين شرير جدا، ولما سيطر عليه رجع له الشر تاني، بدا بقى يلعب في عقل الاعداء كلهم مع بعضهم واتفقوا كلهم على توم هولاند. وبالفعل حصل فايت عظيم جدا جدا انتهى بنهايه مأساويه جدا جدا، وهو موت مي ماتت على ايد جوبلين، حدفها بقنبله، ولكن توم هولاند على ما لحق القنبله كانت الدنيا اتفجرت خالص، لكن ما ماتتش من القنبله، هي ماتت من الوقعه ومن الخبطه اللي حصلت، وكل حاجه حواليهم اتهدت في العماره اللي هم كانوا قاعدين فيها. اللقطه دي كانت مأساويه جدا جدا، انا زعلت وانا بتفرج على الفيلم والله. طبعا كل الحكومه عارفين دلوقتي ان توم هولاند اللي هو سبايدر مان هو ده العدو الاول بتاعهم. قعد بقى توم هولاند بقيه الفيلم كله حزين وزعلان لحد ما جت لقطه ان نيد خد المفتاح من توم هولاند بتاع السحر اللي هو بتاع دكتور سترينج، وبيلعب كده هو وام جي، لقى نفسه فتح بوابه زمنيه دخلت مين؟ اندرو جارفيلد. لحظه دخول اندرو جارفيلد في العالم اللي هو سبايدر مان، السينما كلها هاجت، كل السينما هاجت وتسقيف وتصفير وخبط ورزع، ومبقناش مصدقين. انا ما كنتش مصدق رغم ان انا كنت متوقع في الفيديوهات بتاعتي كلها، لكن برضو اللحظه كده ليها رهبه. حصل لقطه كوميديه بين نيد وبين ام جي وبين سبايدر مان اللي هو اندرو جارفيلد. طبعا اندرو جارفيلد طلع عارف ان ده هيحصل، قال لهم انا من امبارح في حاجات غريبه بتحصل ولقيت نفسي في كون غير الكون، وطبعا هو طالع بدور حلو جدا يعني، بس بيهزر كتير، دمه خفيف الولد. طبعا بعد كده قال لهم في سبايدر مان كمان عايزين نفتح له بوابه، اللي هو مين توبي ماجواير. وفعلا نيد فضل يحاول يفتح بوابه تانية لحد ما فتح بوابه ودخل العظيم توبي ماجواير. الله، دخل توبي ماجواير واثبت لهم ان هو سبايدر مان، وكانوا كل همهم انت ازاي بتطلع شبكه من ايدك واحنا بنطلع من اجهزه. دار بقى بينهم بقيه الفيلم كده لحد اخر فايت، حوارات كوميديه، حاجات حلوه، كان في ضحك كتير، كان في هزار كتير في الفيلم، لكن كل ده كان حاجات مشيقه جدا 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 جدا. اتفقوا على خطه ان هم يعملوا علاج لكل الفيلنز دول عشان يرجعوهم لاصلهم تاني، يعني ساند مان ليه علاج، دكتور اوكتوبوس ليه علاج، الكترو ليه علاج ان هو يخلي كل الطاقه اللي جواه دي ما تبقاش طاقه زي ما هي ويرجع طبيعي، والليزرد زي ما اميزنج سبايدر مان 1 عمل له ضد حيوي عمل له برضه ضد حيوي. فضلوا يساعدوا بعض في 10 دقائق كده من الفيلم ان هم يتوصلوا للعلاج، واتفقوا على خطه ان هم ينفذوها علشان يجيبوا الفيلنز دول كلهم في مكان واحد ويقضوا عليهم للابد. وبالفعل دار فايت عظيم جدا جدا بجرافيك عظيم جدا جدا جدا، وانتهى بايه؟ انتهى ان كل فيلنز من الفيلنز دول رجع لطبيعته ما عدا واحد بس، ويليام ديفو جرين جوبلين. غريب جدا غريب جدا جرين جوبلين ده والله. طبعا بعد ما جرين جوبلين ظهر في الفايت الاخراني في الفيلم ده، بعد ما الثلاثه سبايدر مان اتفقوا مع بعض على خطه، طبعا في وسط الخطه دي كان اصلا في حوارات كوميديه كده بتحصل بين توبي ماجواير وبين اندرو جارفيلد، ولقطات حزينه جدا كانت بتحصل لما كان اندرو جارفيلد بيشوف توم هولاند معاه ام جي، ولما عرف ان توبي ماجواير متجوز اصلا ام جي برضه، وبقى قال لهم ان هو ماتت منه حبيبته، مات منه عمه، وقعد بقى لقطات حزينه طول الفيلم عمال يعيط والله، يعني شويه اندرو جارفيلد يعيط وشويه يضحك. لكن طبعا كان الطار الاول والاخير في الفيلم ده ان توم هولاند ينتقم من الجرين جوبلين لانه قتل عمته مي قدام عينه. توم هولاند استغل الفرصه ومسك الجرين جوبلين ضرب ديك 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 ديك، موته من الضرب، وكان خلاص بيقتله، لكن جه مين اللي لحقه؟ توبي ماجواير جه لحق الجرين جوبلين من الموت. طبعا توبي ماجواير كان ظهر اصلا في الفيلم ده بسن كبير جدا، يعني تديله 55 او 50 سنه في الفيلم، حتى كان باين على حركاته هو اللي كان طالع بالدور، لكن هو كبير فعلا. في نهايه الفيلم هزموا الجرين جوبلين وهزموا كل الفيلنز وعالجوا الفيلنز كلهم. دكتور سترينج لقى ان كل الاكوان المتعدده فتحت على بعضها. بعد ما كل الاكوان المتعدده فتحت على بعضها حاول دكتور سترينج يسيطر على الموقف، لكن شفنا في المالتي فيرس اللي بيتفتح جديد ده حاجات غريبه جدا، زي مثلا شفنا فولشر هيخش، شفنا راينو هيخش، شفنا اعداء جديده، وشفنا
شفنا سبايدر مانات كتير كانوا هيخشوا، لكن دكتور سترينج قال لتوم هولاند روح ودع اصحابك وودع كل احبابك، لان هم هينسوا اللي انت سبايدر مان وهينسوا انت مين اصلا من الاساس، حتى انا هنسى انت مين. كانت لقطه مؤثره جدا، وتوم هولاند بيودع السبايدر مان الثنائي، كان بيودع حبيبته ام جي وكان بيودع صديقه نيد، وقال لها انا هلاقيكي، ولما الاقيكي هحكي لك كل حاجه واتمنى تفهميني واتمنى تبقي انت لسه فاكراني. قالت له بس انا مش هفتكرك تاني لان انت بتقول كل الناس هتنسى. قال لها انا عارف افكرك ازاي بطريقتي وبالاثبات. وبالفعل قفلوا الاكوان المتعدده كلها وكل واحد رجع لحياته. توبي ماجواير واندرو جارفيلد رجع لعالمهم الطبيعيين، وكل الفيلنز رجعوا لنفس لقطه الموت بتاعتهم وماتوا فعلا، اللي كان ميت واللي عايش فضل عايش. وعدت اخر حاجات في الفيلم وخلاص انتهت كل حاجه في الفيلم، وراح توم هولاند علشان يخلي زندية اللي هي ام جي تفتكره من تاني، لكن ما حبش يعرفها دلوقتي، اكيد ده برضو تلميح لحاجه هتحصل بعدين. وانتهى الفيلم بتاعنا على كده. لكن كان في الاخر 2 بوست كريدت سين. بوست كريدت سين الاولاني ان هو كان بيتكلم عن فينوم لما رجع العالم بتاع توم هولاند، رجع تاني العالم بتاعه. بوست ملوش اي 30 لازمه والله، زي ما شفنا في بوست كريدت سين بتاع فينوم 2 ان فينوم توم هاردي راح العالم بتوع توم هولاند. شفنا بقى في نوي هوم انه فينوم توم هاردي رجع تاني للعالم بتاعه. يعني شايف ان ده بوست كريدت سين ملوش لازمه، وده برضه ملوش لازمه. بس الفكره منه ايه؟ هيبقى فينوم 3 اللي جاي ان شاء الله هيبقى طالع فيه توم هاردي مع توم هولاند الاثنين مع بعض. لكن البوست كريدت سين الثاني كان مفاجاه جدا جدا، وهو كان اعلان دكتور سترينج 2، دكتور سترينج اوف مالتيفيرس اوف مادنس. طبعا مش هحرق لكم الاعلان ده دلوقتي لان هبقى انزل له مراجعه وحرق قريب. حبوا عن الفيلم ده ان هو تصوير خرافي، جرافيك خرافي، تستمتع بلحظات مضحكه، تستمتع بلحظات مؤثره، تستمتع بالتشويق والاثاره. فيلم ممتع 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 يعني بصراحه الفايت اللي فيه كلها، كل الفايتات تعدي فايتات اند جيم. فيلم اخد تقييم 9.4 على موقع IMDb. ظهر فيه توبي ماجواير واندرو جارفيلد لمده 35 دقيقه بالظبط كده، مش كتير. فيلم ممتع بكل حالاته، ممتع ما فيهوش لحظه ملل. فيلم مدته 2.5 ساعات عدوا كانهم 5 دقايق. العيب الوحيد في الفيلم ده ان هو بيخلص بسرعه، وان احنا ما لحقناش نستمتع بكل الشخصيات دي. يعني كان اقل حاجه يبقى الفيلم ده 4 ساعات عشان نستمتع بكل فيلنز لوحده وبكل سبايدر مان من سبايدر مان الثلاثه لوحده. احب اقول في الاخر ان سبايدر مان نو واي هوم فيلم عظيم جدا، واتمنى يجي زيه كتير جدا، ويبقى في اعمال تانية لسبايدر مان مع بعض هم الثلاثه دول كتير جدا. وبس كده، ده كان كل حاجه عن الفيلم بتاع سبايدر مان نو واي هوم انا لسه شايفه النهارده. وانصحك تتفرج عليه في السينما، لان هو مش هينزل على اي موقع دلوقتي، لان الفيلم معروض بجوده 3D، وطبعا انت مش هتتفرج عليه على مواقع اصلا 3D. يعني ازاي هتتفرج عليه 3D؟ اساسا حتى لو حد مصوره انت مش هتعرف تتفرج، مش هتعرف تشوفه حتى لو نزل على المواقع. فالفيلم نازل في شهر 2 هيبقى بجوده قليله، وفي شهر 4 ان شاء الله ينزل بجوده حلوه. بس وده كان كل حاجه عن فيلم سبايدر مان نو واي هوم. وان شاء الله انتظروني في اعمال جديده جدا، فيديوهات تانية، واي حاجه عايزينها لي اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، انا معكم الافلامنجي.